ليستر سيتي، الفرقة اللي طلعت من النووير بس شكلها كده راجعة للنووير تاني. الفرقة اللي تقدر تقول ان هي عملت معجزة، حاجة كده من وحي الخيال، وهي السبب الأكبر في إيمان ناس كتير إن ممكن أي حاجة تحصل في الكورة، إن مهما كان حال فريقك وحش ممكن يقدر يرجع ويعمل المستحيل. وعلشان نعرف إزاي ده حصل أصلا لازم نرجع لورا شوية. Back the shot first time. Oh, what a goal! And the impossible dream is getting closer to reality. Maris 2-0. Premier League champions 2016. Facing Leicester City. شوف الموناليزا. في موسم 2012-2013 ليستر سيتي كان على بعد بلنتي واحد. البلنتي دهوت هو اللي كان هيأهله للمراحل الإقصائية للصعود للدوري الإنجليزي، وحتى لو ضيع البلنتي دهوت كان محتاج ان هو ما يدخلش فيه جوان، علشان ساعتها ظروف الدنيا كلها تقف قدام ليستر سيتي. حارس واتفورد يصد البلنتي ويحصل هجمة مرتدة على طول، واتفورد يجيب الجون عن طريق تروي ديني في جون من أشهر الأجوان اللي دخلت في تاريخ التشامبيونشيب. ولكن ليستر في موسم 2013-2014 قرر ان هو لازم يوصل للدوري الممتاز، وبعد اللي حصل دوت عرف ان هو قريب فعلا من ان هو يوصل. وساعتها ليستر سيتي يشتري لاعب مغمور من لوفر الفرنسي وما كانش حد عارفه ساعتها، وهو الجزائري رياض محرز، علشان يعدي موسم 2013-2014 وليستر متصدر للتشامبيونشيب ويتأهل رسميا للدوري الانجليزي بقيادة المدرب نيجل بيرسون. ومع الموسم الاول ليهم في الدوري الممتاز كان وضع ليستر سيتي لا يحسد عليه تماما. ليستر كان بيعاني جدا في الدوري الانجليزي الممتاز، وكان عنده مشكلة كبيرة جدا في التأقلم على الريتم الغير طبيعي للدوري الانجليزي، علشان قبل ما الدوري يخلص ب10 ماتشات ليستر يكون في المركز الاخير ومش كسبان ولا ماتش في اخر 18 ماتش لعب، ولكن يحصل تحول غير طبيعي. 10 ماتشات ليستر يكسب منهم 7 ماتشات ويضمن بقائه في الدوري الانجليزي، بل كمان يحصل مركز كويس وهو المركز ال14. ولكن على الرغم من اللي حصل دهوت قررت إدارة ليستر إن هي تقيل بيرسون، قرار غريب جدا وكل الصحافة ما كانتش فاهماه، لأن القرار ما حصلش والفريق في المركز ال20، بل حصل بعد المعجزة اللي عملها بيرسون وضمانه البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بمعجزة تقريبا. ولكن الإدارة كانت واضحة وقالت إن بيرسون مش بيناسب الخطط المستقبلية للفرقة، وإنهم مقدرين المجهود اللي هو عمله مع الفرقة، ولكن حان الوقت لمدرب جديد إن هو يمسك الفرقة. ويجي المدرب الأشهر في تاريخ ليستر سيتي كله كلاوديو رينيري. ناس كتير استغربت لأن رينيري كان يعتبر مدرب ذو خبرات، درب فرق كبيرة في إيطاليا زي نابولي ويوفي وإنتر، وبرضه كمان له خبرات في دوريات تانية لأن هو درب أتلتيكو مدريد وتشيلسي. ايه اللي يخليه يروح فرقة صغيرة زي دي؟ ولكن رينيري يعتبر ان هو تحدي جديد، وهو برضو كان واضح في خططه وطلب من الإدارة صفقات تناسب لعبه وتساعد في تحسين الفريق بشكل كبير، زي المهاجم الياباني اوكازاكي، والصفقة الأهم نجولو كانتي اللي وصفها لاعيبة ليستر نفسهم إن هم كانوا بيحسوا إن هم بيغشوا بوجود كانتي معاهم، لأن كانتي يعتبر بمثابة لاعبين، فهم كانوا بيحسوا إن هم بيلعبوا ب12 لعيب. ويبدأ بقى الموسم الأهم في تاريخ الفوكسز. رينيري كان أهم أهدافه هو البقاء موسم كمان في الدوري الإنجليزي، والموسم اللي بعده هو المحاولة للوصول للتوب 10 بتاع الدوري. أهداف واقعية وجاية بالتدريج كده، ولكن هو ما كانش متوقع اللي هيحصل في الدوري. بدأ ليستر سيتي وكسب أول ماتشين ليه، وساعتها طلع رينيري وقال ان هو احنا فرقة بتحاول ان هي تكسب كل ماتش وخلاص، ولكن الكلام ساعتها كان ان ليستر بيساعدوا الحظ، ومع مرور الجولات كل ده هيتلاشى. وعلى الجولة الثالثة اتعادل ليستر مع توتنهام، وبعد كده اتعادل مع بورنموث، ويجي بعد كده الصدمة الأولى في موسم ليستر سيتي وهي الخسارة قدام أرسنال 5-2. And Alexis Sanchez has scored again. Arsenal have a firm grip on this game. وساعتها الناس كلها قالت ان البالونة اللي احنا كنا عاملينها فرقعت. الفرقة الصغيرة
الصغيرة رجعت لمستواها الطبيعي وعمرهم ما هيعرفوا ينافسوا الكبار. ولكن ليستر اثبت عكس كده تماما، وفي ال6 ماتشات اللي بعدها قدر ان هو يكسب 5 منهم ويتعادل في ماتش واحد. والسبب الرئيسي لكده هو ان رينيري بدأ يظهر قدامه المشاكل بتاعة الفرقة، واهم مشكلة فيهم هي المشكلة الدفاعية اللي كانت واضحة قدامه بشكل غير طبيعي، وحاول بشكل كبير ان هو يصلحها ويشتغل على تعديلها وزود الحصص التدريبية للدفاع، وبدأ زي ما تقول كده اللعيبة تشرب صنعته. وطلع بعدها في تصريح هو الاشهر ليه ان هو قال للاعيبته ان اي ماتش بعد كده هيجيبوا فيه كلين شيت هيعزمهم على بيتزا. The clean sheet, I pay a pizza to everybody. وعلى الجولة 13 ليستر سيتي بقى متصدر الدوري وبفرق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد اللي هيلعبوا الماتش الجاي. ماتش فعليا تقدر تقول ان هو على الصدارة، بس اللي حصل ساعتها هو ان ليستر اتعادل مع مانشستر يونايتد. ولكن الماتش ده برضو مهم لان اتكسر ساعتها فيه رقم عظيم في الدوري الانجليزي. جيمي فاردي مهاجم وهداف ليستر سيتي يقدر يدخل جون ويكسر بيه رقم فان نيستلروي تسجيل في عدد ماتشات متتاليه، لان هو بالجون ده قدر ان هو يدخل في 11 ماتش ورا بعض. الرقم بتاع فان نيستلروي ده فضل سنين محدش عارف يكسره، سواء فان بيرسي، اجويرو، سواريز، حتى رونالدو ما قدرش يكسره، ولكن قدر يكسره جيمي فاردي. اللاعب اللي قبل 7 سنين من الموسم ده كان لعيب هاوي محدش كان يعرف عنه اي حاجة، كان بيضطر ان هو يشتغل في مستشفى جنب لعب الكورة عشان يقدر يفضل عايش، علشان يشاء القدر ويكون من اهم لعيبة ليستر سيتي في الموسم ده ويكون هو اللعيب اللي يكسر الرقم القياسي ده. كانت تقدر تقول ان دي اول معجزة لليستر سيتي في الموسم ده، ومع المعجزة ده تقدر تقول ان لعيبة ليستر سيتي بدأت تؤمن من جواها فعليا هي والجمهور ان ممكن يحصل ده، وده كان بيدعمه كل شوية حدث زي ده. يعني مثلا في الجولة ال15 على طول رياض محرز يقدر يسجل الهاتريك الاول في تاريخه قدام سوانز. That may well do it. A hat-trick for Riyad Mahrez. وبالماتش ده ليستر سيتي يقدر ان هو يخش على حامل اللقب وهو متصدر وبفرق نقطتين، ومعاه 2 من احسن لعيبه الدوري الانجليزي، فقدروا يدخلوا وهم مطمنين لان الماتش اللي جاي قدام حامل اللقب، قدام ارخم مدرب في تاريخ الدوري الانجليزي كله، جوزيه مورينيو، اللي دايما كان بيطلع ينتقد في ليستر سيتي وكان بيسخر من ان هم عمرهم ما هيقدروا يحققوا اللقب، علشان ساعتها ليستر سيتي يرد على مورينيو في الملعب ويكسب بثنائيه جيمي فاردي ورياض محرز. وفي نفس الليله جوزيه مورينيو يطرد من تشيلسي، وبالفوز ده يعتبر ليستر سيتي هو بطل الدوري في النص الاولاني، او زي ما بيقولوا عليها الوينتر تشامبيون، بطل الشتاء. وهنا بدأت الناس تركز مع ليستر اكتر ويفهموا ايه سبب المعجزة اللي بتحصل ده وليه هم لسه مكملين في الصدارة لحد دلوقتي. وفي الفترة ده كانت اغلب فرق التوب 6 وضعها لا يسر عدو ولا حبيب. يعني يونايتد مثلا كان لسه بيحاول يفوق من غيبوبة ما بعد السير أليكس فيرغسون، والسيتي بدأ يفكر في الموسم اللي بعده لأنه هو بيقدم موسم للنسيان، والموسم اللي جاي موقع مع بيب جوارديولا، وتشيلسي داخل في دوامة من المشاكل الإدارية والفنية اللي أدت في الآخر لإقالة جوزيه مورينيو، وليفربول اللي لسه بادئ حقبة جديدة مع يورجن كلوب. الاتنين الوحيدين فعلا اللي كانوا بينافسوا ليستر سيتي في الفترة دهيت هو توتنهام وارسنال. ناس كتير كانت متعشمة في ان حد منهم يقلب الترابيزة على ليستر، مش تقليل من ليستر سيتي ولكن بسبب قلة خبرته في البريمير ليج، واغلب الناس كان عندها ثقة في ان هو هيقع في مرحلة من المراحل. واكد الموضوع ده ان ليستر سيتي اتعثر في 3 ماتشات ورا بعض، منهم الخسارة قدام ليفربول، وهنا بدأت الشكوك تخش النادي، عشان في الجولة ال21 يجي ليستر سيتي تحدي صعب تاني وهو ماتش قدام توتنهام اللي كان على مدار الموسم منافس ليه. هل الوقعة اللي حصلت في ال3 ماتشات اللي فاتوا دول هيأثروا على الماتش بتاع توتنهام ده؟ ولكن ليستر سيتي يقدر يهزم توتنهام. في ماتش من اصعب ماتشات ليستر سيتي في الموسم كله قدر ليستر سيتي ان هو يجيب جون في الدقيقة 83 ويكسب توتنهام، ودي تعتبر اكتر خطوة ثابتة قدر ان هو ياخدها ليستر سيتي في اتجاه الدوري الانجليزي. بعدها ب3 جولات يواجه ليفربول تاني اللي لسه مهزوم منهم، ولكن المرة دي في الكينج باور ستاديوم، ويقدر ليستر سيتي ان هو يكسب 2-0 منهم هدف مستحيل حد يقدر ينساه، سجله جيمي فاردي من مسافة بعيدة جدا من اكتر من 25 متر. لدرجة ان يورجن كلوب طلع قال I was this close to clap but to be honest it felt so bad.
انت متخيل ان هو من حلاوه الجون مدرب فريق الخصم كان عايز يسقف له، وبعدها على طول يواجه ليستر سيتي مانشستر سيتي، وقبلها يصرح رياض محرز ان هو التعادل هو الهدف بالنسبه لنا في الماتش ده هو، وان احنا لو قدرنا نحققه هيكون حاجه كويسه جدا، وان علشان نكون واقعيين الفوز قدام مانشستر سيتي حاجه صعبه جدا. ولكن الماتش ده هو كان اكبر اثبات ان ليستر سيتي فعليا قادر ان هو يكسب الدوري الانجليزي، وقبل ما يكون اثبات للجماهير والناس اللي بتتفرج هو اثبات للعيبه اللي بتلعب نفسها، احنا قادرين نعمل كده. لان ليستر سيتي كسب في الماتش ده هو 3-1، ورياض محرز اللي كانت تصريحاته واقعيه بل متشائمه شويه قبل الماتش قدر ان هو يقدم ماتش عمره، وجاب جون من اروع ما يمكن بعد ما رقص لعيبه كتيره من مانشستر سيتي. وفي الجوله اللي بعدها بيلعبوا ارسنال، لو فازوا هيكون فوز مهم جدا، وفوز هيقربهم اكتر للقب، ولكن ساعتها ارسنال بيفوز في الدقيقه 95 برأسيه ويلبك الشهيره. انا لسه فاكر لحد دلوقتي جماهير ارسنال وهي بتشاير الجون ده هو على اساس ان هو الجون اللي حسم الدوري. ونيجي على اخر كام جوله في الدوري الانجليزي، الفرق ما بين ليستر سيتي وتوتنهام نقطتين. اي ماتش هيتعثر فيه ليستر سيتي في الجولات اللي جايه توتنهام هياخد الدوري. فبعد كده رينيري يطلع بتصريح يهدي بيه لعيبته خالص ويقول ان الهدف اللي احنا كنا عايزين نوصل له احنا وصلنا له خلاص، احنا السنه الجايه هنلعب في التشامبيونز ليج. We are in Champions League. We are in Champions League, man. Dilly din, dilly dong, come on. التصريح ده هو كان مهم جدا للاعيبته عشان يشيل الضغط تماما عنه، وفكر الناس ان اللي بيحصل ده هو مش طبيعي، اكسترا اوردينري. يعني ما اروحش بمصر كاس العالم واوصلهم النهائي ولما اخسر النهائي تقول لي ايه انت ايه اللي انت عملته ده. هو اللي مش طبيعي ان اوصل مصر لنهائي كاس العالم، وفعلا مش طبيعي ان ليستر سيتي يبقى متصدر الدوري الانجليزي. فلما اتشال الضغط عنهم ليستر سيتي قدر ان هو يكسب الاربع ماتشات اللي بعدها. ولكن بيبقى فيه عارف زي ما تقول كده كعبله، حاجه كده ممكن توقعك وانت في سباق. الكعبله دهيت هي كانت ماتش ويست هام اللي تعادل فيه ليستر سيتي واتطرد فيه جيمي فاردي، ولكن بعد ما رينيري شال الضغط من لعيبته جه وبكل حسم المره دي وقال we are going for the title. وساعتها كان كل اللعيبه بتقدم اعلى مستويات، بالذات رياض محرز اللي كان شايل الفريق على كتافه في ظل غياب جيمي فاردي. وفي اخر 3 جولات من الدوري كان فاضل ماتش واحد يكسبه ليستر سيتي ويخلص بيه كل حاجه ويحسم بيه الدوري عشان يلاعب مانشستر يونايتد في الاولد ترافورد، ولكن يرفض المانيو ان هو يحصل الموضوع ده في الملعب بتاعه ويتعادل مع ليستر سيتي. ولكن في نفس الجوله يكون في ماتش مهم برضو ما بين توتنهام وتشيلسي. اي تعثر لتوتنهام معناه فوز ليستر سيتي بالدوري. توتنهام كان كسبان وكانت كل حاجه تمام لحد ما في اخر 5 دقايق هازارد اللي مستواه متذبذب طول الموسم بيقرر ان هو يراضي جماهيره ويمنع توتنهام من الوصول للقب، ويقدم هديه عظيمه جدا لليستر سيتي عشان يتوج ساعتها ليستر سيتي رسميا كبطل للدوري الانجليزي لعام 2015-2016. وفعلا اتحقق المعجزه، وكمان بعدها رياض محرز يكسب افضل لاعب في الدوري الانجليزي، ويحصل اللقطه الاشهر بالنسبه لنا احنا كعرب وهي حلاقه ميدو لشعره كله في الاستوديو بتاع بي ان سبورتس، لان هو طلع قبلها وقال ان مستحيل ليستر يكسب الدوري، ولو ليستر كسب هيحلق شعره في الاستوديو قدام الناس كلها. اكثر بقليل من 11000 شاركوا، 78% قالوا لا نسامح، يعني يحلق. ما شاء الله. هذه الماكينه احنا جبناها، هي السلاح اللي راح يوفي بوعده ميدو لجماهيره. خلي ابراهيم وضميره. زين ابراهيم يا ابن الذين انت. والله انك بطل، انا اشهد انك بطل وملتزم بكلامك. ما شاء الله عليك. بس يمكن في ناس كتير بتحاول تقلل من اللي ليستر عمله، هيقولوا ان اغلب الفرق مستواها كان واقع. ليستر سيتي حقق الدوري بعدد نقاط قليله، تألق غير طبيعي للعيبه معينه، تعاطف فرق كبيره معاهم. ولكن مهما قلت ومهما بررت مفيش حاجه تقدر تقلل 1% من الانجاز اللي عمله ليستر سيتي في الموسم ده. ليستر سيتي اللي في موسم واحد قدر يحول فريق بينافس عشان يفضل في الدوري للفريق اللي في نهاية الموسم كان بطل الدوري. وبكده تكون نهاية الحلقة. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويا ريت تشوفوا الحلقات اللي فاتت، واشوفكم الحلقة الجاية.